بعد تقريبا سويعات 3 ساعات من الاجتماع استجاب أخيرا لطلب رئيس اتحادية، قال له بأن اللاعبين لا يرغبون في بقائك مدربا للمنتخب، فهم من يقررون بقائك أو رحيلك. إذن هذه هي صورة المنتخب في الفترة الأخيرة، سابقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية، تسجل في فترة رئيس اتحادية اسمه محمد روراوة، تباهى سابقا، فماذا سيتباهى حاليا؟ إذن نتحدث حول هذا اللوبي الذي قرر أخيرا إسقاط هذا المدرب ميلوفان رايفاتس. ما عليه وما له من حسب هذا المدرب؟ لم يقدم الكثير في مواجهة أمام منتخب الكاميرون، ولكن اللاعبون قرروا. خلينا نتابع هذا التقرير لمحمد قريشي في البداية. منتخبنا الوطني يختطف. نعم، هو الواقع المر الذي جر ممثل الجزائر الأول كرويا واتحاده برئيسه إلى عجز الرهينة تحت وطئ عصابة سمت نفسها الناطق الرسمي باسم ركائز الخضر، وتبنت كل الصلاحيات بلغة الأمير الناهي داخل أسوار سيدي موسى، لتأخذ على عاتقها هموم العارضة الفنية وتقرر مصير المدرب ورحيله. حجتها الباطلة دكة البدلاء. ولأن لكل اختطاف مهندس، لم تجد العصابة أفضل من فيغولي وبراهيمي للكشف عن النوايا الكاملة بوجه من حديد لم يقوى سابقا على صد قرارات نواديهما. فرغم كل ما عاشه إبراهيمي في بورتو من إذلال، لم يجرؤ على قول كلمة واحدة ليسير شريكه فيغولي على نفس خطاه تحت لواء ويست هام الذي ألف فيه مجالس الاحتياط. نقص المنافسة وتراجعي المستوى لم يمنع من يسمون أنفسهم بالركائز من التحول إلى لوبي شعاره نلعب ولا نخسر تحت أعين روراوة المتشبع بهدوء المشاهد. هو واقع منتخب تلاشت حدوده في التواجد بمونديال روسيا تحت وقع الانقلاب، الاختطاف أو الحجز أو سمه ما تشاء، فمنتخبنا أصبح لعبة في يد الأطفال. أهلا بكم. رضا عباس، مغادرة أو إقالة أو إبعاد، سميها ما شئت، هما قالوا طلاق بالتراضي. هل يوجد طلاق بالتراضي في كرة القدم؟ لا أعتقد حكيم أن هناك طلاق بالتراضي. أعتقد أن المدرب الوطني أجبر على الذهاب، أجبر على مغادرة العارضة الفنية للخضر. في الفيتيار كنا نشوفوا طرح سؤال قريشي، قال أسكو استجابة لنداء اللاعبين ولا أمر آخر. أعتقد أنه مش استجابة للاعبين فقط، لكن تلبية لرغبة شخصية تاع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وين هو كان بعد مباراة ليسوتو اللي ربحنا فيها بنتيجة عارضة، كان بعض اللاعبين تقربوا من المدرب الوطني وأبلغوه بأنهم استحالة أنه راح يلعبوا مع هذا المدرب. حتى رئيس الاتحادية في قرارات نفسه، باش ما نكونش أنا عالم الغيب استغفر الله، هو في نفسه اقتنع باللي هذا المدرب ربما بعيد نوعا ما عن الميدان، لأنه حتى اللاعبين راهم يعانوا من نقص المنافسة، حتى هو كان يعاني من نقص المنافسة. هذه نقطة أول. النقطة الثانية، الفيتيار تحدث مليح وقال سابقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية، لأنه الاتحادية اللي راهي تتباهى بالاحترافية وتتباهى وتعاقب الأندية اللي راهي على الاستقرار، وراهي الأندية ما تحافظش على الطواقم الفنية تاعها. أنا شفنا في الاتحادية هذا الأمر اللي صار اليوم سي لو دوزيام كيما نقولوا احنا. بعد لو كان نشوفوا سيرورة الطاقم الفني تاع المنتخب الوطني، نشوفوا بلي سعدان كيفاش راح بعدا. سعدان قدم الكثير للكرة الجزائرية في مباراة صغيرة فقط 0-0 أمام زومبي بملعب البليدة، طنزانيا في ملعب البليدة. راح غادر بن شيخة، مور بن شيخة هذه لوزيج رغم مقامه في المنتخب الجزائري. اعتقد انه راح بطريقة نوعا ما مهينة. شأن غوركيف، شأن الآن ميلوفان رايفاتس
هذه كل الامور هذيك يا حكيم. احنا كنا نقولوا باللي المتغير الثابت في هذا نعم. المعادله هذا هو رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. وهذا رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم بمحاسنه وبمساوئه عطى افرط في الثقه اللي منحها للاعبين. حتى اللاعبين هذو من امثال فيغولي ولا مجاني يشوفوا روحهم انهم هما المنقذ تاع الكره الجزائريه، ما كاش خليفه من بعد. احنا في المنظومه هذه تاع الكرويه نحينا كل ما هو ايجابي في الكره الجزائريه. احنا ما عندنا مدربين، ما عندنا لاعبين، ما عندنا جمهور. حتى الجمهور تاعنا وصفوه بانه جمهور عنيف وجمهور عنصري الى غير ذلك، وخلى كل المحاسن لهذو اللاعبين. هذو اللاعبين الان عندي بالك عنوان نقدروا نقولوه، هو اللاعبين هذو يتمردوا في الجزائر لكن يتمرمدوا في اوروبا. هانا شفنا فيغولي مثلا، فيغولي في ويست هام ما يلعبش. هل يقدر يدير الثوره؟ ما يقدرش يدير ثوره. علاش ما يقدرش يدير ثوره؟ علاه في الجزائر دار ثوره. وما نساوش حكيم مثلا نديروا السبله في فيغولي برك. فيغولي ليس اللاعب الوحيد اللي ثار في غرف تغيير فيغولي ابراهيمي ومجاني وغولام ومحرز وبقيه اللاعبين، كاين باستثناء 4 أو 5. راني نقولهم لك 4 أو 5 اللي ما حبوش يدخلوا في لا كومبين هذه. وهذه دوك الان بعد ما صرا كلش حنا نحب نمسحوا الموس في بار اكزومبل في يزيد المنصوري ولا في اللاعبين، ولا نمسحوا الموس ايضا في بولي. سأعود هذه النقطة بالذات طبعا للحديث حول هذه النقطة. مصطفى كويسي، حالة تمرد لبعض اللاعبين من يسموها هم كوادر، هل هي طبيعية في أي منتخب؟ طبيعية؟ مش من طبيعية هذه نكذبوا على الناس ولا ما غير طبيعية. تصرف، نزيد نقولوا تصرف تاع اللاعبين مثل هذا اللي شفناه، هذا غير مقبول وغير عقلاني وغير موجود حتى في العالم. المنتخب الفرنسي اللي دارها السنة المنتخب الفرنسي بعض اللاعبين في 2010 وريمون دوميناك راح ولا قعد حتى خلاص التورنوا. شوف باش نكمل ما راحش المدرب ما راحش. انا واش حبيت نقول من غض النظر شكون اللي دبر هذه المغامره هذه المؤامره هذه اللي دبرها، اسكو رئيس الفيدراليه اسكو لاعبين. انا نقول الطريقه هذه غير مقبوله ومن المستحيل ان يعني بهذا الاسلوب راح نطوروا الكره الجزائريه. نعم مصطفى بسكري، كيف يجرؤ اي لاعب في اي منتخب، ما نتحدثوش على اي فريق نتحدثوا في المنتخب، كيفاش يقدر لاعب باش يجرؤ باش يقرر ويقول من رئيسه لازم تبعد هذا المدرب، لازم تكون تملك اشياء شجاعه كبيره وتملك قوه. لا احنا نمثلوا كل راك في البيت تاعك وراك مفش ولادك فوق اللازم، يعني يجبر يدير واش يحبوا من بعد، لان يعني يعرفوا باللي المسؤول تاع البيت يعني يسمح لهم على اي شيء يديروا يسمحوا لهم. هذا هو الشيء اللي راه التصرف الحالي اللي راه اليوم، لان ما هوش معقول تماما بان اللاعبين تجي في بالهم انهم يتكلموا على المدرب. انت شكون باش تتكلم عن المدرب؟ مليح ماشي مليح، كاين مسؤول هو اللي جابه. نزيدوا نعاودوا نرجعوا، كاين واحد المدرب اجنبي قال لك الا هذا الناخب الوطني راه في الجزائر الا راه هو عنده كفاءه لان اللي جابوه عند كفء. مش عارف اذا تبعتني مليح. صحيح انا صحيح، لان اليوم اللي جابوه هو اللي يعرف كما نقول لك الامور الداخليه تاع هذا المدرب وعلاش جبته. واليوم لا باش نعاودوا نرجعوا للاعبين الا ما شافوش. وحتى يعني الاعلام، بعض الاعلام اللي وراو اليوم كأن الجزائر ما فيهاش كرة قدم، يعني هما زورو تاع الفوتبال، هما اللي زورو ماشي الو مي درك بهذا التصرف سي لي زيرو دو ليكيب ناسيونال. لا حكيم اسمح لي برك حكيم. نعم. في النقطة هذه برك ما نساوش حاجة، لازم نكونوا براغماتيين. وش هو البراغماتية؟ هو كي جابوا المدرب ميلوفان رايفات رئيس الاتحادية تحدث وشكر في هذا المدرب وقال هذا مدرب كفء، هذا مدرب عنده تجربه افريقيه، هذا هو البروفيل اللي كان يحوسوا المنتخب الجزائري. حتى اللاعبين هذا واش حبيت نقول لك مصطفى، حتى اللاعبين في مختلف حواراتهم اكدوا باللي هذا المدرب كفء، وهذا المدرب الطريقه تاعو راح تناسب مع طريقه لعب المنتخب الوطني، وعنده تجربه افريقيه تسمح له انه راح يقود المنتخب الجزائري الى بر الامان. لكن بعد احنا كيفاش نقدروا نحكموا على هذا المدرب؟ شكون اللي يقدر؟ اسمح لي، وشكون هو اللي يقدر يحكم على هذا المدرب؟ اولا المباراه الاخيره لزوطو المنتخب الوطني شحال فاز بنتيجه عريضه. الان درك المنتخب الجزائري دار نتيجه 1-1 امام الكاميرون، شبه تعثر معليش. احنا
بين عشيه وضحاها ولا المدرب هذا شيطان، ولا المدرب هذا زيرو، ولا المدرب هذا نقص منافسه، ولا المدرب هذا فيه كل عيوب. اون باراليل اللاعبين كيف حتى بين عشيه وضحاها ولاو يقولوا دوك احنا عندنا مشكل لغه مع هذا المدرب، عندنا مشكل تواصل، عندنا مشكل انه ما قدرناش نتعاملوا معاه. كيف حتى في ظرف وجيز، في ظرف كي قلت انت 15 يوم حتى اكتشفوا امور كبيره خلت الرئيس الاتحاديه يقوم ب يفسخ عقد هذا المدرب. وش هذا؟ دليل على انه المدبر الاول والمهندس في كل هذا هو رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. ما يقدرش نقول لك يا كي تقول سيرفت جنوب تخلعهم، سيرفت جنوب يا رجوان ليس والله معليش